يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. قبل ما أبدأ القصة دي عايز أقول لكم حاجة. إن شاء الله الفيديو اللي جاي بتاع يوم التلات الأرباح بتاعته كلها هتتوزع لله، ومعنى كده إن أي حد فيكم هيشوف الفيديو هيكون مشارك في الخير ده. وإن شاء الله كل شهر هنعمل فيديو هتكون أرباحه كلها لله، وهنفضل مستمرين كده على طول إن شاء الله. وكمان هشارك أرباح أي فيديو هنطلعه لله علشان كل حاجة تبقى قدامكم. ويلا بينا نبدأ القصة. الحكاية بدأت من أسبوعين لما جالي تليفون من محامي في سوهاج بيقول لي إن في ورث عبارة عن بيت وأرض لجدي اللي مات، ولازم تيجي عشان تستلمهم لأن في مشاكل كتير عليهم. وأنا كواحد على قد حالي فانبسطت جدا وقلت له أنا هجيلك بكرة. وفعلا تاني يوم ركبت عربيتي واتحركت. وأول ما وصلت لأول القرية دي كان اسمها نجع المهدي. ومش عايز أقول لكم قد إيه إن أنا وصلت لها بصعوبة. اللوكيشن ما كانش جايبها خالص، كنت كل شوية أسأل ناس على الطريق. وعشان أوصل لأول القرية كان لازم أمشي في طريق وسط الأراضي الزراعية، والأراضي الزراعية دي كان كلها قصب وحجمه طويل جدا، لدرجة إنه مخلي ضوء الشمس على الطريق ضعيف جدا. وأول ما عديت الطريق ده ودخلت القرية حسيت إن الأكسجين فيها قليل جدا، وهواها كله ريحته زفارة. والغريب في القرية دي طول ما أنا ماشي فيها مفيش عيل بيلعب في الشارع ولا حد قاعد قدام بيته. والقرية دي بيوتها كلها مبنية من الطين وشبابيكها كلها خشب، بس الغريب ان هم كانوا مقفولين كلهم، مفيش ولا بيت شباكه مفتوح، كأنهم حابسين نفسهم جوه او خايفين من حاجة بره. واول ما وصلت لقدام بيت جدي، البيت كان ضخم ومتهالك جدا، وبابه كان خشب قديم قوي ومسود. واول ما نزلت من العربية لقيت راجل قاعد على دكة قدام باب البيت، كان لابس جلابية سودا وعمة واقعة على عينه. وأول ما رحت له وقلت له اسمي لقيت الراجل اتنفض وبصلي بنظرة مريبة، ولقيته بيقول لي بصوت مبحوح: انت جيت ليه يا ولدي؟ الارض دي شربت دم اللي صنوها، والبيت ده سكنه الغريب من سنين. ارجع يا ولدي مكان ما جيت، لان الليل لو ليل عليك هنا ملكش دية. وقتها انا ما حطيتش في دماغي وقلت ده راجل كبير واكيد بيخرف، وقلت له انت اسمك ايه يا حاج؟ لقيته بيقول لي اسمي مهران يا ولدي. قلت له شكرا يا عم مهران على النصيحة، بس انا حبيت الليلة دي وهمشي الصبح على طول ان شاء الله. لقيت الراجل مردش عليا، وقام ساحب مفتاح مصدي من جيبه واداهولي، بس قبل ما يمشي من قدامي لقيته قرب على ودني وهمسلي وقال لي: النداهة ما بتناديش الغريب، هي بتنادي اللي دمه من أرضها، وانت دمك مننا. لو سمعت صوت ما تبصش، واقفل شبابيكك بالضبة والمفتاح. وراح سايبني وماشي. في اللحظة دي أنا وقفت قدام باب البيت وكنت متردد أدخل الصراحة، بس استعذت من الشيطان الرجيم وقلت لنفسي دي أكيد أوهام يا عم، ياما سمعنا عن قصص كتير في الأرياف وطلعت مش حقيقية. ودخلت البيت وقفلت الباب ورايا. بس صوت الترباس الحديد وأنا بقفل الباب عمل صدى صوت قوي جدا في البيت كله، وكأن البيت كان مستنيني. والبيت من جوه كان عبارة عن متاهة، صالة واسعة جدا وسقفها عالي قوي ومليان ممرات لأوض كتير جدا، وما كانش فيه أي كهرباء في البيت. فطلعت الكشاف بتاعي وبدأت أتحرك. بس الغريب بقى إن أنا كنت كل ما أمشي خطوة كنت باحس إن الأرض تحت البيت فاضية. عارفين صوت الخشب لما بتمشي عليه ويكون تحته فاضي؟ هو ده بالظبط الصوت اللي كنت بسمعه. المهم طلعت الدور التاني عشان اختار الأوضة اللي أنام فيها، وقعت عيني على أوضة في آخر الطرقة كان بابها موارب شوية. اتجهت عليها وأول ما قربت منها شميت ريحة ياسمين نفاذة جدا، بس الريحة كانت مختلطة بريحة تراب، مع إن البيت ده المفروض مفيش حد ساكنه من سنين. زقيت الباب ودخلت الأوضة كانت نظيفة بشكل مريب عكس البيت كله، وكان فيها سرير نحاس قديم ومراية كبيرة قوي ببرواز خشب، والبرواز ده كان محفور عليه نقوش مش مفهومة. المهم حطيت شنطتي وبدأت أجهز السرير، وفجأة ومن غير أي مقدمات الكشاف بتاعي بدأ يرعش. الإضاءة بتاعته كانت بتضعف وتقوى لوحدها، وفجأة الكشاف طفى تماما. أنا كنت واقف في الضلمة ومش سامع أي صوت حواليا. وقتها أنا حاولت أخبط على الكشاف وأهزه كده عشان يشتغل، وفي اللحظة اللي نور الكشاف رجع فيها تاني كان متوجه ناحية المراية. وقتها أنا شفت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. شفت في المراية خيال حد واقف ورايا بالظبط، كان حد طويل جدا ولابس نفس هدومي بس ما كانش ليه أي ملامح، وشه كان مجرد سواد. لفيت بسرعة وأنا بقول مين، بس ما لقيتش حد. الأوضة كانت فاضية تماما. وقتها أنا قلبي كان هيقف حرفيا، بس قلت لنفسي ده أكيد انعكاسي أنا أو خيالي.
ما تحطش في دماغك وإن شاء الله أنت هتقابل المحامي ده الصبح وبعديها هتسافر على طول. بعديها رُحت فتحت شباك الأوضة عشان أشم شوية هوا وبعدين قعدت على السرير، والشباك ده كان باصص مباشر على الترعة اللي جنب البيت، والترعة دي كانت مَيّتها ساكتة ما بتتحركش ولونها كان أسود كحل. وفجأة وأنا بابُص على الترعة دي، لمحت حاجة بتتحرك وسط القصب على الشط التاني من الترعة. كان خيال على شكل ست ماشية بالراحة جدًا، وكانت بتغني بصوت واطي على لحن حزين، بس اللحن ده أنا عمري ما سمعته قبل كده، وكنت حاسس بصوتها ده بيدخل مباشر جوّه ودني، كإني لابس سماعة. وفجأة الصوت ده بدأ يعلى، وبدأت أسمع كلمات وسط اللحن ده بتقول: "يا غريب يا ولد الغريب، وحشتنا، تعالَ الأرض عشان تشوف مكانك." في اللحظة دي كنت حاسس إن الصوت مش جاي من الترعة، كنت حاسّه إن هو جاي من الأوضة اللي أنا فيها. وقتها أنا نطّيت من على السرير وأنا باجري ناحية الباب، بس للأسف باب الأوضة من جوّه ما كانش ليه أُكرة، أنا ما كنتش أعرف كده قبل ما أقفله وأنا داخل الأوضة. المهم كنت قاعد أحاول أفتحه بس ما كنتش عارف، وفجأة لقيت الريحة اللي كانت ياسمين في الأوضة بقت ريحة زفارة، كإنها زفارة سمك. وبدأت أسمع تزييق على السرير النحاس اللي ورايا، كأن في حد كان قاعد عليه وقام. وبعدين صوت الست اللي بتغني ده وقّف غُنى وبقى يضحك ضحك هستيري، بس كان الضحك كأنه ضحك أطفال. وقتها أنا لفيت بضهري بسرعة وأنا ساند على الباب، ووجّهت كشاف النور على السرير. ما كانش في حد قاعد، بس شُفت حاجة خلّت ركبي تخبّط في بعضها. الملاية البيضا اللي أنا كنت لسه فارشها على السرير كان عليها آثار إيدين مبلولين بالطين، الإيدين كانوا صغيرين جدًا، كأنهم إيدين عيل صغير. وفجأة ريحة الزفارة زادت في الأوضة لدرجة إن خلّتني عايز أرجّع، وبعديها بدأت أسمع تخبيط بعنف جدًا جاي من الدولاب بتاع الأوضة، كان تخبيط عشوائي جدًا وسريع، كأن في حيوان محبوس جواه وبيحاول يخرج. وفي اللحظة دي نور الكشاف بتاعي بدأ يضعف تاني، بس المرة دي ما كانش عيب من الكشاف، أنا كنت شايف دخان أسود خفيف كان بيخرج من تحت الباب وبيلف حوالين الكشاف. في اللحظة دي أنا رميت الكشاف من إيدي وأنا مرعوب، ولقيت نفسي باصرخ وباصرخ على الباب بكل قوتي: "يا شيخ مهران، يا ناس حد يلحقني." بس للأسف ما كانش في رد، ما كانش في غير صدى صوتي وهو بيرج الأوضة. وفجأة السكوت حل على المكان كله. وقتها أنا بصيت على الشباك اللي كان مفتوح وشفت أغرب وأرعب حاجة ممكن تتخيلها. الست اللي كانت بتغني على شط الترعة من الناحية التانية ما كانتش هناك، بس لقيت في ايدين سودة وطويلة جدا كانت طالعة من تحت الشباك بتاع اوضتي، والايد دي صوابعها كانت بتغرس في الخشب بتاع الشباك، كانت بتسيب حفر جوه الخشب، كأن الايد دي مصنوعة من حديد مش من لحم ودم. وفجأة بدأت أسمع صوتها تاني، بس المرة دي الصوت كان واضح، كانت بتنده عليا باسمي أنا، كانت بتقولي: "يا سامح يا ولد عبد الجليل، الأرض اشتقت لك والترعة عطشانة لدمك، انزل لي، انزل لي عند الترعة." الصوت ده كان فيه مغناطيس غريب جدا، كنت حاسس وقتها ان عقلي بيتشل وخوفي بيتحول لاستسلام. ولقيت بعدها رجلي بتمشي لوحدها ناحية الشباك، ما كنتش قادر اقاوم النداء ده خالص، كأن في قوة هي اللي ممشياني. وبعدها لقيت نفسي واقف على طرف الشباك وباصص لتحت، وهي كانت واقفة تحت وبتبصلي، بس وشها كان متغطي كله بقماشة سودا، ما كانش ظاهر منها غير عين واحدة. العين دي كانت بتلمع وسط الضلمة، كانت عين شبه عين القطط بالظبط، كان لونها أصفر فاقع وبتبصلي. وفي اللحظة اللي كنت هرمي فيها نفسي من الشباك واروح لها، سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح جامد، وصوت الشيخ مهران وهو بيقرأ قرآن بصوت عالي. وأول ما الشيخ مهران دخل لقيته ماسك في إيده مبخرة وطالع منها ريحة دخان قوية جدا، ولقيته بيبص لي وهو بيجري عليا وبيقول لي بلهجة مرعبة: "غمض عينك يا ولدي، اوعى تبص في عينيها، إن اداها شمت دمك وعايزاك الليلة." وبعديها الشيخ مهران شدني من هدومي ورماني ورا ظهره بقوة مش طبيعية، قوة مستحيل تطلع من راجل عجوز في السن ده. وبعديها لقيته بيكمل قراءة قرآن وبيرش مية في كل زاوية من الأوضة. والغريب إن هو كل ما يعلي صوته كان بيطلع من الحيطان صوت زي صوت التعابين، كان صوت عالي جدا لتعابين كتير. وبعديها بدأ يطلع دخان أسود ما بين الخشب بتاع السقف والأرض،
والدخان ده كان بيخرج من الشباك أكنه بيهرب. في اللحظة دي وأنا باصص الدخان وهو بيخرج من الشباك، شفت الست اللي كانت بتغني تحت متعلقة على الشباك من فوق، وصوابعها كانت عبارة عن مخالب طويلة غارزة جوه الشباك. كانت بتبص لنا من الشباك وهي راسها تحت ورجلها فوق، وشعرها الأسود الطويل كان مدلدل مغطي الشباك كله. لقيت الشيخ بيعلي صوته وبيقول لي امسك في ظهري يا ولدي، وما تفتحش بقك وما تبصلهاش، اللي بره ده مش جن عادي، ده رصد الأرض، وهي دي اللي خدت جدك زمان وعايزاك عشان تنهي العهد. في الوقت ده أنا كنت مشلول ومش قادر أنطق بأي جملة. لقيت الشيخ مهران بيعلي صوته في القرآن وبيبص لها ورش عليها مية كتير من اللي كانت معاه، وأول ما المية لمستها سمعت صوت، عارفين الصوت اللي هو لما تحط مية على نار، صوت الطشة اللي بتحصل دي؟ هو ده بالظبط نفس الصوت اللي سمعته أول ما المية لمستها. لقيتها سابت الشباك على طول ونطت لورا في الضلمة واختفت تماما، وسابت هدوء مريب لثواني، لدرجة إن أنا كنت سامع صوت دقات قلبي. وفجأة قطع صوت الصمت ده صوت الشيخ مهران وهو بيزعق وبيقول لي اجري يا ولدي، الأرض بتفتح. بصيت تحت رجلي لقيت الخشب بتاع الأرضية بيطلع من وسط الشقوق بتاعته ديدان كتير جدا، كان لونها أبيض وطويل قوي. لقيت الشيخ مهران مسكني من ايدي بسرعة وطلعنا نجري بره الأوضة. بس واحنا بنجري كنت حاسس ان الطرقة مش راضية تخلص، كانت بتطول بشكل مش طبيعي، كأن الطرقة بتتمط عشان ما نخرجش من البيت. وفي نهاية الطرقة شفتها كانت واقفة، بس المرة دي كان وشها باين كله، كان وشها اسود شبه الفحم وملهاش مناخير، مجرد عينين مفتوحين واسعين قوي شبه عيون القطط بالظبط، وعينيها كانت بتنزل مية كتير جدا. لقيتها فتحت بقها وطلعت صوت مرعب وبتقول لي مهران مش هينفعك كتير، دمك ليا والبيت ده أبرك. وفجأة لقيت النور اللي كان الشيخ مهران مولعه اتطفى، والطرقة بقت ضلمة كلها، ومرة واحدة حسيت بإيد باردة جدا بتمسكني من رقبتي، كانت بتضغط على رقبتي جدا. في اللحظة دي أنا حسيت ببرودة مش طبيعية بتدخل جوه جسمي، وما بقتش عارف أخد نفسي. وفجأة سمعت صوت ضربة قوية جدا، ومع الضربة دي صوت الشيخ مهران وهو بيزعق وبيقول سيبيه يا ملعونة، لسه أوانه مجاش. بعديها لقيت الشيخ مهران مطلع خنجر من جيبه، وكان خنجر قديم جدا، والخنجر ده كان عليه نقوش بتلمع في الضلمة. وأول ما الخنجر ده لمسها شميت ريحة شياط قوية جدا، وإيديها سابتني في ساعتها. بعديها وقعت على الأرض وأنا بحاول أخد نفسي. لقيت الشيخ مهران شالني وجرى بيا ورماني ناحية السلم وقال لي اجري يا ابني على الغيط، الغيط هو الوحيد اللي هيخبي ريحتك منها، واوعى تقف وسط البيوت. وفعلا سمعت كلامه وطلعت اجري، وفتحت باب البيت وخرجت بسرعة للشارع. واول ما خرجت كان في شبورة عالية جدا في المكان كله، لدرجة ان انا ما كنتش شايف كف ايدي، بس كنت بجري وخلاص. وانا بجري كنت سامع خطوات ورايا بتجري بنفس سرعتي بالظبط، وفعلا فضلت اجري في وسط الغيطان. وفجأة وقفت والصوت اللي كان بيجري ورايا سكت. قعدت ابص يميني وشمالي مش شايف اي حاجة، وفجأة سمعت ضحكة عالية جدا جاية من ورا ظهري. لفيت بسرعة ما شفتش غير عينيها هي اللي كانت باينة من الشبورة، كانت متجهة عليا وماشية بالراحة جدا، وهي جاية عليا لقيتها بتقولي بصوت ناعم ومرعب جريت ليه؟ ده أنا اللي منضفة لك الأوضة بتاعت البيت بنفسي، مهما جريت مفيش مفر مننا والعهد لازم يكمل. في اللحظة دي سمعت صوت كلب قاعد بينبح وصوت موتور مية بيشتغل في الأرض اللي جنبي، والصوت ده كان بالنسبة لي هو طوق النجاة الوحيد. جريت بسرعة ناحية الصوت اللي أنا سمعته وأنا جوايا بقول أكيد في بني آدم هناك ممكن يساعدني. وأول ما وصلت لمكنة المية دي لقيت الشيخ مهران طالع لي من وراها، بس كانت هدومه متقطعة جدا ووشه كله مليان جروح. لقيته بيقرب مني وبيقول لي عارف يا ولدي، هي مش عايزاك عشان انت غريب، هي عايزاك عشان انت الدية اللي مفيش غيرك يدفعها. اللحظة دي انا كنت واقف مذهول وبقول له دية ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة. لقيت الشيخ مهران كمل وهو باصص للمكنة بتاعت المية دي، جدك الله يرحمه لما جاي يفتح البير اللي تحت البيت من 50 سنة لقى صندوق، بس ما كانش فيه دهب، كان فيه عهد قديم مكتوب بالدم للأرض دي، وأرض بيتكو دي فيها رصد من آلاف السنين. والعهد كان بيقول إن الأرض تدي خيرها لصاحبها مقابل إن أول حفيد من صلبه يرجع لها في ليلة اكتمال القمر. وجدك يا ابني وافق واخد الخير كله من الأرض
وهرب بيك على المدينة وانت لسه لحمة حمرا. كان فاكر ان هو كده ضحك عليهم، وزي ما انت شايف النهاردة القمر كامل والرصد جاي ياخد حقه منك. وقتها انا كنت مرعوب وبقول لنفسي يعني ايه، يعني انا جيت هنا برجلي عشان انا اللي ادفع التمن؟ قلت له طب والحل ايه يا شيخ مهران؟ انا مالي، انا ما خدتش اي حاجة من جدي. في اللحظة دي صوت مكنة المية اتغير، بقى صوت خبط قوي جدا، والمية اللي كانت طالعة منها صافية بقى لونها اسود. لقيت الشيخ مهران بيقول لي الحق يا ولدي، لازم نهرب من هنا، لازم تحاول تفك الرصد ده. وقبل ما اتحرك واهرب لقيت الطينة اللي تحتي بتشدني، الأرض سحبتني لحد ركبتي. في اللحظة دي الشيخ مهران مسكني وكان بيحاول يشدني، وفجأة لقيناها جت وقفت قدامنا، بس المرة دي كان شكلها شبه المسخ بالظبط. ولقيتها بتقول لمهران: مهران اخرج منها، الدم ده دمي، والعهد مش هيموت مهما حصل. لقيت الشيخ مهران قرا قرآن وطلع الخنجر اللي كان في ايده وحدفه عليها. أول ما حدفه عليها اختفت. لقيته بصلي بسرعة وقال لي: الحل الوحيد عشان العهد ده يخلص لازم المكتوب يتحرق، والمكتوب ده هتلاقيه في الصندوق تحت البيت عندكم في البير المهجور. والصندوق ده لسه تحت البيت عند جدك في البير المهجور، لو وصلت له وحرقته قبل الفجر اللعنة هتفك، ولو ما لحقتش النهار مش هيطلع عليك. بعديها الشيخ مهران شدني جامد وطلعني من الطينة اللي كانت رجلي غارزة فيها، وقال لي: يلا يا ابني روح وانا معاك. واول ما وصلنا قدام البيت كان في نور احمر قوي خارج من كل شباك فيه. دخلنا بسرعة من باب البيت اللي كان مفتوح على اخره. الريحة جوه ما كانتش تطاق، كانت نفس ريحة الزفارة بس كانت عالية قوي المرة دي. في اللحظة دي اتوجهت انا والشيخ مهران للبدروم اللي تحت البيت اللي فيه البير. واول ما نزلنا شفت البير، كانت فتحة مدورة سودة قوي في وسط الارض، وكان طالع منها دخان اسود بيحرق في الجلد. بصينا جوه البير بالعافية، لقيت الصندوق كان متعلق بسلاسل حديد في نص البير، وكان متغطي بجلد وعليه كتابات بحروف غريبة بتعكس الضوء. وقبل ما مد ايدي عشان امسك السلاسل واشد الصندوق سمعت صوت الضحكة تاني كان جاي من فوقي. بصيت لفوق لقيتها متعلقة في السقف زي العنكبوت، بس المرة دي ما كانتش لابسة أي حاجة، كان جلد على عظم، ووشها كان شكله مرعب، نفس العينين الواسعة وملهاش شفايف، سنانها كانت باينة ومغروسة جوه جلدها، كان شكل مقرف ومرعب. لقيتها بتنزل عليا بالراحة وبتقولي: هتحرق روحك، الصندوق ده فيه حياة عيلتك كلها، لو حرقته هنحرق كل عيلتك وهناخد مكانكو وماضيكو وحياتكو كلها. في اللحظة دي أنا كنت واقف متردد جدا. لقيت الشيخ مهران بيبص لي وبيقول لي: ما تسمعش كلامها، لازم تحرق الصندوق باللي جواه. وفعلا طلعت الولاعة من جيبي. في اللحظة دي لقيتها بتهجم عليا، لدرجة إن أنا كنت حاسس إن مخالبها بتغرس في جلدي. رحت مولع الولاعة بسرعة ورميها على الصندوق. لقيت النار أول ما لمست الصندوق حصل انفجار مش طبيعي، ونور قوي أبيض طلع منه، وهي صرخت بصوت عالي جدا، وصوتها كان بيتحول لصوت ستات كتير كانوا بيصرخوا كلهم مع بعض في نفس الثانية. بعدين لقيت جسمها كله بيدوب قدام عيني وبدأت تتحول لرماد. بعدين لقيت البيت كله بينهار فوق راسي، فجريت أنا والشيخ مهران بسرعة وطلعنا بره البيت. أول ما خرجت من الباب رميت نفسي في الجنينة ووقعت على الأرض وأنا فاقد الوعي. وبعديها فتحت عيني لقيت الشمس كانت بدأت تطلع، وكنت لوحدي في أرض فاضية، ما كانش فيه بيت، ما كانش فيه غيطان القصب حتى، وحتى الشيخ مهران ما كانش ليه أي أثر. دورت عليه جنبي في كل حتة ما لقيتوش. وأنا دلوقتي رجعت بيتي ورجعت لحياتي، بس في حاجة اتغيرت. بقيت كل ما امشي جنب مية راكدة او اعدي من قدام اي ترعة بالليل كنت بسمع صوت همس بسيط قوي جاي من بعيد بينادي باسمي وبيقول لي: العهد اتحرق بس الارض لسه عطشانة وهنتقابل تاني. وانا لحد النهاردة مش عارف الشيخ مهران ده كان انس ولا جن اصلا، ولا عارف انا ازاي هربت من هناك. بس اللي انا عارفه كويس ان انا حاسس بنفسي ان بقيت شخص تاني خالص، في حاجة غريبة ومش مريحة جوايا. وبكده تكون خلصت قصتنا. ولو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقول رأيك في الكومنتات. استودعكم الله يا اصدقائي، سلام.